بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض البشاميل على البارد. هنعمله تقريبا بعشر المادة الدهنية اللي بنستخدمها، لكن بنفس الطعم ويمكن أجمل كمان. تابعونا لآخر الفيديو. هنعمله على البارد بطريقة سهلة جدا ويدينا أفضل نتيجة. في حلة عميقة زي ما احنا شايفين كده هنبتدي نضيف الحليب بتاعنا. أنا هنا استخدمت حليب كامل الدسم، وممكن تستخدموا حليب منزوع دسم زي ما تحبوا، دي حاجة حسب رغبتكم. أنا استخدمت 2 لتر، ولكن هقول لكم المقادير على اللتر الواحد. بعد ما ضفت الحليب بتاعي زي ما احنا شايفين، الحلة مش على النار ولا حاجة، ضفت 5 معالق كبار من الدقيق. 5 معالق كبار من الدقيق على لتر الحليب. اللتر بياخد 5 معالق كبار، وممكن كمان لتر الحليب نقسمه نصين، يبقى نصه حليب ونصه شوربة، دي حاجة حسب رغبتكم. ويبقى طعمه حلو جدا كمان لما بياخد كمية من الشوربة، برضه بيبقى طعمه جميل. بنضيف عليه بعد كده نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الملح. وهنا عشان الكمية عندي كبيرة أنا استخدمت 2 لتر من الحليب، فخفقتهم في الحلة بالهاند بلندر. لو الكمية أقل من كده ممكن نستخدم الخلاط عادي جدا، ونضرب المكونات دي كلها مع بعض. الناس اللي هتخاف على الحلة وتقول هتتجرح، ما تقلقوش، أنا باخد بالي، ما بخليش الهاند بلندر يوصل لغاية الآخر، لأن عارف الموضوع ده في ناس كتير جدا بتبقى مركزة معاه. زي ما احنا شايفين خفقته تماما لغاية لما الدقيق اختفى بالمرة. تركة صغيرة هنا لو حابين تجربوها، ضيفوا معلقة صغيرة من السكر على لتر الحليب أو لتر البشاميل. صدقوني هتدي طعم جدا للبشاميل، هتدي له تسكيرة وطعم حلو قوي. مش هيبان السكر ولكن هتفرق في طعمه. ضفت هنا مكعب من المرق، وده اختياري، اللي هيضيف شوربة خلاص مش محتاج ان هو يضيف حاجة زي كده، والملح والفلفل كمان كفاية. رفعت دلوقتي الخليط بتاعي على النار، وعلى نار فوق المتوسطة، وابتدي بقلب كويس كده على طول عشان يتكثف معايا بسرعة، والجلوتين بتاع الدقيق يبتدي يفك ويفتح، ويبتدي الخليط نفسه يتقل. في اللحظة دي بقى كنت سلقت المكرونة بتاعتي. وفي تركة هنا جميلة جدا للمكرونة البشاميل، بنضيف عليها شوية ملح وفلفل صغيرين، وضفت عليها نص معلقة أو أقل من نص معلقة من السمنة أو الزبدة. على فكرة بيديها طعم وريحة حلوة قوي، وهي سخنة كده بنقلبها بتتغلف حبات المكرونة بالزبدة أو بالسمنة. انتوا نفسكم وانتوا بتقلبوها هتحسوا انكم انتوا عاوزين تاكلوها وتدوقها بالطعم ده، يبقى طعمها حلو قوي. زي ما احنا شايفين الخليط بتاع البشاميل بتاعي خلاص ابتدى يتقل، وابتدى يوصل للقوام اللي انا عاوزه. مش عاوزه يبقى تقيل قوي، لان انا عاوزها تبقى جوسي وتكون خفيفة، وهي في نفس الوقت كمان لسه جوه الفرن هتتقل. ضفت عليها معلقة من الزبدة او السمنة عشان بقى تديها نكهة كده ويبقى طعمها حلو. زي ما احنا شايفين، احنا لو كنا عملناها بالطريقة التقليدية كانت كل معلقة دقيق المفروض تاخد معلقة مادة دهنية، يعني كنا محتاجين 10 معالق من السمنة او الزبدة. احنا استبدلنا كل ده بمعلقة واحدة بس. المعلقة دي أو نص معلقة بتبقى على اللتر، طبعا حسب رغبتكم. هي معلقة واحدة هتبقى جميلة، وفي نفس الوقت هتدي الطعم المطلوب. حاجة مهمة جدا، ناس كتير بتقول لما بنعمل البشاميل على البارد طعم الدقيق بيبقى باين فيه. شايفين البقللة والبكبكة اللي انتوا شايفينها دي؟ هي دي السر، ان ما نحسش بطعم الدقيق كده. الدقيق بتاعنا استوى، لازم الدقيق يوصل لمرحلة الغليان عشان يكون استوى تماما، وما نحسش بطعمه ونحس ان احنا بناكل دقيق ني. هنا خلاص اللحمة بتاعتي كانت متعصجة. طبعا الفيديو مش عشان صينية المكرونة، الفيديو للبشاميل على البارد، فهنكمل خطوات المكرونة كده بسرعة. لكن في فيديو تفصيلي عن المكرونة البشاميل موجود على القناة، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. خلطت هنا كبشتين من البشاميل مع اللحمة المعصجة مع المكرونة، ونزلتهم في الصينية وفردتهم. بعد كده نزلت عليهم البشاميل زي ما احنا شايفين، قوامه خفيف مش تقيل. وبعد كده حطيت على الوش جبنه موتزاريلا. ممكن تحطوا جبنه موتزاريلا، ممكن تحطوا قشطه، ممكن تخلطوا الجبنه الموتزاريلا بالقشطه، ممكن كل واحد يعني يحط الحاجه اللي هو عاوزها. واحنا في تركه المكرونه البشاميل او الفيديو بتاع المكرونه البشاميل حاطين تركه حلوه قوي كده، يا ريت تبصوا عليها. خدت معايا في الفرن 25 دقيقة على درجة حرارة 220. وزي ما احنا شايفين البشاميل جوسي وخفيف، وطعمه كان أكثر من رائع. جربوها بالطريقة دي، مش هتفرق كتير عن البشاميل اللي بمادة دهنية اللي احنا بنعمله تقليدي، بل بالعكس ده أخف وطعمه لذيذ جدا. لو حسيتوا ان الفيديو مفيد ويستحق اللايك، يا ريت ما تنسوش تدعمونا، عشان ده بيرفع مستوى المشاهدات على القناة وبيخلي ناس كتير تشوفنا. انتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد، هعمل لكم المكرونة البشاميل بطريقة جديدة وطعم مختلف هياخد العقل. إلى اللقاء على قناتكم، قناة الشيف محمد شحاتة.